السلام عليكم، احلى ناس في الدنيا. يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير، وحشتونا جدا 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 جدا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ويا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. كل الدعم لاخواتنا في الدول العربيه، اخواتنا في غزه. بجد قلبنا عندكم ومعاكم دايما، ويا رب يفرج كربكم قريب عن قريب. كل اهل غزه، مسلم بمسيحي بيهودي، محدش ابدا يقبل ان يتعمل في بلده او في ارضه كده. ربنا يفك كربكم يا رب عن قريب. المهم، موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة مهم، كل كلمة هقولها مهمة وتهمكم زي ما تهمني، لأن النجاح اللي احنا وصلنا له في يوم من الأيام كنت انت وانتي مشاركين فيه بنسبة كبيرة جدا. واحنا طبعا بربنا ثم انتم ودعمكم ما كناش وصلنا لأي حاجة. دي نقطة تانية، انتوا عارفين من سنتين بالظبط ان القناة بتاعتي الكبيرة اللي هي باسم أنس وإلا، اللي هي ليها درع 100,000 ده، إن القناة دي اتسرقت في يوم 21/5. اتسرقت من سنتين بالظبط. وطبعا ما فضلناش من القناة غير الناس الحلوة اللي بتشوفنا على القناة هنا، وعلى القناة التانية الجديدة بتاعتنا اللي هي باسم يوميات مغامر أنس، وعلى انستجرام وعلى فيسبوك. والدرع الجميل ده اللي بيفكرنا بالقناة، وبالنسبة لنا أنا وهي حاجة كبيرة قوي. فطبعا احنا عشان الدرع ده وعشان القناة وعشان كنتوا كمان ما كانش ينفع نسيب الموضوع كده. فهو ده الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده. طبعا انتوا بتشوفوا في الفترة الأخيرة في كذا قناة بدون ذكر أسماء، في كذا قناة من الناس اللي من صحابنا ومن غير صحابنا اتسرقوا، واللي قناته اتقفلت واللي قناته باظت. طبعا الموضوع ده ما بيبقاش وخلاص، الموضوع ده بيبقى وراه ناس منظمة ومرتبة كل حاجة هي بتعملها. الناس دي شغلانتها بس الأذى، شغلانتها بس إن هي تأذيك كمنشئ محتوى أو كصانع محتوى أو كأي حاجة على يوتيوب، على انستجرام، على تيك توك، أي حاجة. هي عايزة يا تبوظ لك شغلك، يا تاخد منك فلوس، يا تسرقك، ويقدروا يتجسسوا عليك. ركزوا معايا في الكلام ده كويس، بنات والشباب. جسسوا عليك، جسسوا على اسرارك، يعرفوا انت شايل ايه على تليفونك، يعرفوا انت شايل ايه على الكمبيوتر بتاعك، يطلعوا ويراقبوك من اماكن ما تتخيلهاش. الناس دي هي الهاكرز. من 7 أو 8 شهور فاتت، وركزوا في كلامي كويس، انا ابتديت اهتم بالموضوع قوي. وكنت كل ما ابص على الدرع بتاعي احس ان انا حقي مهدور، احس ان انا في حاجة ناقصة. فحبيت ان انا ادور ورا الموضوع ده. طبعا احنا لسه جايين من على القهوة دلوقتي وداخلين على الاستوديو، فقلبي اتوغوش بصراحة على الدرع، لان ده كل حاجة بالنسبة لي، وفي نفس الوقت ذكرى كبيرة. احنا حاسين واحنا ماشيين، طبعا الشارع فاضي زي ما انتم شايفين، كله طلع يتسحر وكله طلع ياكل، بس في حركات مريبة. احنا حاسين ان احنا متراقبين واحنا ماشيين. وجالي رسالة على التليفون بتقول لي خليك في حاجة عندنا واقفين. بتشوف اهو. جالي رسالة على التليفون بيقول لي خليك كده، انا سامعك وشايفك كويس. فمش عارف بقى، انا حتى قفلت الموبايل خالص عشان اعرف اصور، والاستوديو زي ما سبته الحمد لله اهو. متأكد ان الدرع جوه. الحمد لله، الدرع موجود زي ما هو الحمد لله. بقول لك ايه، احس ان في حاجه غلط، في حاجه مريضه. في ايه؟ بص بص بص، ايه ده؟ خدت بالك؟ لا ما شفتش.
في واحد راح وجه كده ممكن. مش عارف. مفيش حاجة. طبعا رمضان سنة وانتم طيبين. في حد والله كان واقف على النص هناك. هعيدها لكم انا في المونتاج. الحتة دي جه بص علينا كده لقينا انا وانت واقفين بره. اهو هو ده، هو واقفين بره. اهو هو ده، هو ده. ايه بص ده؟ ايه ده؟ بص، ايوه هو ايه ده. ده؟ خدت بالك منه؟ اه. ايوه هو ده. بص تعالى نروح هو ده. ايه ده؟ هو ده هو ده اهو. هو ده هو. بص ده مين ده؟ ما ينفعش انت تتصور بقى. ليه؟ هو مشي ورجع تاني مش فاهم. مش عارف يا انس، انت بتقفل الباب. انا كنت عايز اروح وراه. ممكن هو شكله مريب. اه. هو ده. لا لا مش هو ده، التاني كان مش باين وشه. مش هو ده. لا مش هو ده. هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده. بقول لك ايه صاحبي، صاحبي سيبنا اللي في ايد الواحد، سيبنا اللي في ايد الواحد بقى. انا قافل بالمفتاح بس احتياطا بس. ايوه بس كنا عايزين نعرف مين ده يا انس. هو شكله ممكن يجي ورانا تاني، بس انا مش عايز اسيب المحل مفتوح كده. مش عايز نسيب المحل مفتوح. ايه العربية دي؟ خلي بالك في اتنين واقفين هناك برضه. بص واخدين مكنه. ايوه ايه ده؟ جه تاني ولا ايه؟ مش حد واقف. هم انا ناديته اتفضل ان. طب ايه؟ تعال نرجع ورا تاني كده. بس على المسؤول. خلي بالك بس. مفيش حد. تعال نشوف الشارع من هنا ده. تعال نشوفه ايه. ايوه بس هو راح فين؟ ايه؟ ايه ده؟ اه ايه ده؟ الهدف من الفيديو ده في الاخر ومن الكلام اللي انا قلته ان احنا بنتعامل مع شخص. الشخص ده ممكن يأذينا في الاكونتات بتاعتنا، ممكن يفتح اسرار لينا، ممكن يحصل حاجات كتير احنا ما نحبش تحصل. وكل واحد فينا عنده حياة شخصية ما بتطلعش على السوشيال ميديا، وده اكيد. فمطلوب منكم ان انتوا
بحق العشرة الكبيرة اللي احنا مقضينها مع بعض، وبحق الفيديوهات الكتير اللي انتوا شفتوها ولسه ان شاء الله هتشوفوها. والدرع ده محتاجين نجيب الدرع بتاع القناة دي كمان عشان نثبت ان احنا اكتر لسه موجودين. القناة التانية ان شاء الله نوصلها اكتر عدد مشتركين ممكن، عشان ده مصدر رزقنا الوحيد وانتوا بتساعدونا فيه، وربنا جعل لنا انتم سبب في الموضوع ده. واحنا اللي نقدر نعمله دلوقتي ان احنا عارفين ان في جماعة مشكوك فيها. الجماعة دي اللي هم الهاكينج، المفروض ان احنا هنروح دلوقتي نقعد في مكان هم بيقعدوا فيه، فبناء عليه هنعرف الناس دي هي اللي احنا عايزينها ولا لا. انا هحاول اصور طبعا يعني، بس يعني مش زي كده، هيبقى من غير كشاف، يبقى الموبايل بس وبطريقة معينة.